السلام عليكم. عمرك حسيت ان كل الناس حواليك بتتقدم وانت لسه واقف مكانك؟ واحد سافر، وواحد اشتغل في شركة كبيرة، وواحد فتح مشروعه، وانت كل شوية تقول لنفسك هو انا متأخر ليه؟ لو الاحساس ده جالك قبل كده فهحب اقولك انك مش لوحدك. الاحساس ده بقى موجود عند ناس كتيرة جدا، خصوصا مع الجيل بتاعنا. بس الحقيقة ان الاحساس ده في اغلب الوقت بيكون مضلل. احنا بقينا عايشين في زمن المقارنة. كل ما تفتح السوشيال ميديا، سواء انستجرام او فيسبوك او تيك توك، تلاقي الناس بتنزل نجاحاتها وسفرها وانجازاتها واحلى لحظات حياتها، ومن غير ما تحس تبدأ تقارن حياتك بحياتهم وتسأل نفسك ازاي وصلوا لكل ده وانا لسه مكاني. المشكلة انك في اللحظة دي بتنسى اهم حاجة. انت شايف النتيجة لكن مش شايف الرحلة، مش شايف السنين اللي تعبوا فيها، ولا الفشل اللي عدوا بيه، ولا كم مرة وقعوا قبل ما ينجحوا. لأن ببساطة محدش بيحب ينشر فشله. كل الناس بتنشر النجاحات، لكن قليل جدا اللي بيحكي عن الأيام الصعبة. وعشان كده أول ما تشوف حد ناجح بتنسى إنه غالبا حاول عشرات المرات قبل ما يوصل. والحقيقة النجاح من غير تعب أو مجهود مش طبيعي. أكيد في ناس ظروفها كانت أحسن أو فرصها كانت أكبر، لكن مش دي القاعدة اللي تقيس عليها حياتك. هديك مثال: محمد صلاح. محمد صلاح النهاردة هو واحد من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، لكن في بداية مشواره ناس كتيرة ما كانتش متوقعة إنه يوصل للي هو فيه دلوقتي. تجربته مع تشيلسي ما نجحتش، وناس كتير افتكرت ان حلمه في الاحتراف الأوروبي خلاص انتهى، لكن هو ما استسلمش. فضل يشتغل على نفسه ويتعلم من أخطائه ويطور مستواه سنة ورا سنة، لحد ما بقى واحد من أفضل لاعبي العالم وحقق بطولات وأرقام قياسية. دلوقتي أول ما تسمع اسم محمد صلاح أول حاجة بتيجي في دماغك هي النجاح، لكن قليل اللي بيفتكر الفترة الصعبة اللي مر بيها قبل ما يوصل للمكانة دي. وده بالظبط اللي بتعمله مع نفسك. انت بتقارن أول طريقك بآخر طريق شخص تاني، ودي مقارنة مش عادلة خالص، وطبيعي بعدها تحس انك متأخر. لكن الحقيقة ان التفكير لوحده مش هيغير اي حاجة. اللي هيغير حياتك فعلا هي انك كل يوم تسأل نفسك: انا النهارده احسن من امبارح ولا لا؟ اتعلمت حاجة جديدة ولا لا؟ قربت خطوة من هدفي ولا لا؟ ولو الاجابة كانت حتى لو بخطوة صغيرة، فانت ماشي صح. طب ازاي تتخلص من الاحساس ده؟ اول حاجة لازم تعرف ان النجاح ملهوش سن. مش معنى ان حد نجح وهو عنده 25 سنة انك لو بدأت بعده يبقى خلاص فاتك الوقت. وبالمناسبة محمد صلاح بدأ الاحتراف الأوروبي وهو عنده 20 سنة، لكن النجاح والشهرة اللي خلت العالم كله يعرفه بدأت بعد انتقاله للليفر وهو عنده 25 سنة. ولو كان استسلم بعد أول تجربة صعبة عمره ما كان وصل للي هو فيه النهاردة. ولو ما كانش بدأ من الأساس عمره ما كان اتحرك خطوة. علشان كده بلاش تفضل تقول أنا متأخر، لأن المقارنة مش هتعمل حاجة غير إنها تعطلك. حتى لو شايف إنك اتأخرت ابدأ، لأن أسوأ حاجة مش إنك تبدأ متأخر، أسوأ حاجة إنك ما تبدأش أصلا. حاول تبعد عن أي حاجة بتشتتك، وقلل وقت السوشيال ميديا، أو على الأقل اختار كويس مين بتتابع. تابع ناس بتعلمك وبتضيف لك وبتحفزك إنك تطور من نفسك. وحاول تبعد قدر الإمكان عن المحتوى القصير اللي بيضيع وقتك ويشتت تركيزك، وخلي المحتوى اللي بتشوفه يساعدك توصل لهدفك، مش يخليك تفضل تلف في نفس الدايرة. واشتغل على نفسك كل يوم، حتى لو 10 دقايق بس. لو بتتعلم مهارة اتعلم جزء صغير، ولو بتقرأ كتاب اقرأ صفحة. المهم انك تستمر، لأن التطور بيجي بالتدريج، ومع الوقت هتلاقي نفسك اتغيرت
واتطورت ووصلت لحاجات ما كنتش متخيل انك توصل لها. ولو كل يوم حسنت نفسك 1% بس، بعد سنة كاملة هتشوف فرق ضخم. وافتكر دايما، طول ما عينك على اللي عند غيرك عمرك ما هتشوف اللي عندك. رغم ان عندك امكانيات ممكن غيرك يتمنى يكون عنده نصها. اعتبر امكانياتك دي بذرة، ولو فضلت كل يوم تسقيها بالشغل والاجتهاد هتكبر وتجيب لك النتيجة اللي بتحلم بيها. المشكلة إن أغلب الناس مستنية الطريق السريع أو مستنية الحل السحري، بس الحقيقة مفيش طريق مختصر. الطريق الوحيد هو الالتزام، إنك تصحى كل يوم وتاخد خطوة حتى لو كانت صغيرة. وده هو الفرق الحقيقي بين اللي وصل واللي لسه واقف في مكانه. مش لأن واحد أذكى ولا واحد موهوب ولا حتى أوفر حظا، لكن لأنه بدأ وكمل. وصدقني، أول ما تبطل تقارن نفسك بالناس وتبدأ تقارن نفسك بنسختك القديمة هتحس براحة كبيرة. وساعتها هتعرف إن النجاح الحقيقي إنك تبقى كل يوم أحسن من امبارح. وفي النهاية ما تخليش نجاح غيرك يخليك تشك في نفسك. امشي في طريقك حتى لو ببطء، المهم إنك ما توقفش. ولو لسه ما بدأتش ابدأ من النهاردة. ولو وصلت لحد هنا اكتب في التعليقات هبدأ. ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. الأبيض، بداية جديدة لكل يوم.